فنانين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدا نشرح العيون. الدرس اللي فات شرحنا طريقه لومس وازاي نظبط النسب. ما تنساش لو عجبك الدرس تعمل لايك وتقول لنا رايك في كومنت، عشان ان شاء الله السلسله دي هتبقى مفيده جدا لكل الناس اللي عايزه تتعلم الرسم. اول حاجه نبدا نمسك العين ونفصص اجزائها جزء جزء. اي عين في الدنيا بتتكون من الاجزاء اللي انا هقولك عليها. هي اول جزء عدسه العين، وبعدها المدمع اللي بينزل منه الدموع اللي بتعيط منه، والجفن اللي فوق والجفن اللي تحت والحواجب. تمام؟ اي عين في الدنيا بتتكون من الاجزاء دي: عدسة العين او بنسميها البؤبؤة، المدمع، جفن فوق، جفن تحت، والحواجب. ما ينفعش وانت بترسم تنسى حاجة من دول، دي حاجات اساسية موجودة عند اي بني ادم. تمام؟ الكرة اللي مرسومة دي بتمثل الجزء اللي فيه العدسة، بس اغلب الجزء ده مخفي تحت الجفن، فعلى حسب زاوية العين بنشوف بيظهر من الجزء ده جزء كبير أو صغير أو أيا كان. تاني حاجة، لو بترسم بورتريه أمامي فالعين اليمين بتكون زي الشمال بالظبط، والمساحة اللي في النص قدهم، الثلاث مساحات قد بعض، عين يمين عين شمال والمساحة اللي في النص. أي عين برضو بترسمها بنبدأ نرسم الأوتلاين عشان نظبط المقاسات والنسب، وبعدها نضيف مراحل التظليل عشان تبقى 3D. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن النسب والأوتلاين. اي عين لما تيجي ترسمها لازم تبسطها لشكل هندسي زي الدايره اللي احنا عملناها دي، والخطين دول اسمهم المحاور، ومنهم نعرف نبدا نرسم العدسه في نص المحاور. كده رسمنا عدسه العين، لان انت لما بتكون مرتب الخطوات بتاعتك خطوه خطوه بيبقى صعب ان انت تغلط. بعد العدسه قفلنا العين من فوق، الكيرف اللي بيكون من فوق بالشكل ده. الخطوة اللي بعدها نحدد المدمع، وبعدها نقفل العين من تحت، خطوة خطوة بنفس الترتيب اللي أنا بقولك عليه دلوقتي. ما تنساش أهم حاجة تعمل منبت الرموش، الجزء اللي ما بين الخطين الصغير ده اسمه منبت الرموش، وبنرسم منه الرموش بعد كده. برضو خطوة مهمة، الأجزاء اللي انت شايفها غامقة نضيف لها تظليل بسيط في مرحلة الأوتلاين. الأجزاء الغامقة هنضيف لها تظليل بسيط في الأوتلاين. هنا عملنا الجفن اللي فوق العين، وضيفنا تظليل بسيط في الأجزاء الغامقة. الجزء اللي أنا لسه محدده حالا ده جزء غامق، هنضيف له تظليل بسيط. طيب الأجزاء التانية اللي هي بتكون فاتحة دي تسيبها بلون الورقة، تحددها بالشكل ده وتسيبها بلون الورقة، وبعدها نحدد الحواجب، لأن أي رسمة في الدنيا لازم يكون فيها أجزاء غامقة وأجزاء فاتحة. ونحدد الحاجب ونضيف له تظليل بسيط بالشكل ده من غير شعر ومن غير أي حاجة في الأوتلاين. طيب نجرب نرسم زاوية مختلفة. بص كده، هنا هنعمل الخط أو المحور مايل، لأن العين نفسها واخدة ميلة في الزاوية. وبعدين رسمنا الدايرة، نعمل المحاور برضو مايلة عشان العين بزاوية. الخطوات دي مهمة عشان تعرف تبدأ، بعدها تبدأ ترص الأجزاء جنب بعضها. رسمنا عدسة العين، وفي النص العدسة بالظبط بنرسم نن العين، وبعدها نقفل العين من فوق. برضو لو لاحظتوا أو خدتوا بالكم إن عدسة العين ما بتظهرش كلها، دايما بيكون فيها جزء مخفي تحت الجفن من فوق، فدي حاجة مهمة. وبعدها نحدد المدمع على حسب الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. ترتيب الخطوات مهم جدا عشان ما تغلطش. لو لاحظتوا ان انا ما بعدلش كتير، لان الخطوات مرتبها ورا بعض جزء جنب التاني، فتبقى واثق من الخطوات اللي انت بتعملها. برضو حددنا الاماكن الفاتحة والاماكن الغامقة عشان نعرف ايه اللي هيتظلل بعد كده. ان شاء الله الدرس اللي جاي هنظلل العيون مع بعض، بس لازم لو بتستفيدوا من الدروس لازم تقولوا رأيكم وتدعمونا عشان نعرف ان في ناس بتستفاد، عشان نعرف نكمل. كل ده بيشجعنا ان احنا نكمل. حددنا الجفن اللي تحت وضفنا له تظليل بسيط. طبعا في طرق كتير للاوتلاين غير دي، بس انا رأيي الشخصي ان الطريقة دي افضل طريقة للاوتلاين. لازم ايدك تبقى مرنة، بحيث ان انت بترسم، ده مش رسم هندسي، فلازم تبقى استريتش مع الرسمة، تاخد وتدي مع الرسمة. حرك ايدك بسرعة مفيش مشكلة، بس المهم تخلي الخطوط خفيفة. طبعا بنستخدم هنا HP. نرقم العيون اللي احنا عملنا زاوية في الاول وبعدين تاني، ونعمل الزاوية اللي هي مغمضة شوية دي.
هنا مش هنرسم شكل هندسي بدايرة، الشكل هنا الهندسي اللي هيلم الأجزاء شكل بيضاوي أكتر، فرسمنا المحور مايل لأن العين مايلة وبعدين شكل بيضاوي. ونبدأ برضو من المنتصف من السنتر بتاعك، كل ده هيسهل عليك ان انت ما تغلطش في المراحل بتاعت اي رسم. هنا تفاصيل العين من الداخل مش باينة فقفلناها بشكل غامق شوية زي ما انتم شايفين. هيبان بس هنا منبت الرموش اللي تحت، طبعا الجفن اللي تحت هيظهر، وبعدها نرسم الجفن اللي فوق. الجفن اللي فوق في العين المغمضة اللي زي دي بيبقى واخد نفس شكل الكيرف بتاع قفلة العين، يعني نفس الرسمة بتاع قفلة العين، مش بس نص قوس وخلاص. هنا حددنا الأماكن الغامقة وعلى أساسها حددنا مكان الحواجب. فزي ما انتم شايفين الخطوات متسلسلة مع بعض، هتخليك ترسم بثقة أكتر باحترافية أكتر، لأن انت هتبقى واثق من الخطوة اللي انت بتعملها. وبرضو زي ما احنا عارفين لو الأوتلاين أو النسب مش مظبوطة التظليل مش هيفيدك بحاجة مهما ظللت. لو في مشكلة في النسب هتبقى برضو الرسمة شكلها مش كويس. نبدأ بقى نرسم العيون الصعبة دي اتنين مع بعض. أول حاجة عملنا خط بالشكل ده زي ما قلنا في الأول خالص، التلات مساحات قد بعض، هنعمل 3 دواير قد بعض بالشكل ده. الدايرة اليمين هيبقى فيها العين اليمين، والدايرة الشمال فيها العين الشمال، والمساحة اللي في النص دي المساحة ما بين العين والعين. هنتأكد ان هما قد بعض بالقلم بالشكل ده. نبدأ بقى ايه نرسم العين اليمين وبعدها العين الشمال. عملنا برضو نفس المحور، بدأنا بالعدسة فيها جزء مخفي فوق تحت الجفن، فمش هنظهر العدسة كلها. عدسة العين كلها ما بتظهرش غير لو حد مبرق أو فاتح عينه، فالشكل التقليدي فيه جزء من العدسة بيختفي فوق بالشكل ده. نفس الخطوات، العدسة الأول، قفلنا العين من فوق، رسمنا المدمع، وبعدها هنقفل العين من تحت. نفس الخطوات اتعود عليها. هنا الجفن لازق في العين شوية عشان التجاعيد، فقربنا الجفن على العين، حددنا الشريحة الغامقة دي. فكرة ان انت تحدد الاجزاء الفاتحة والغامقة بتخليك مسيطر على الرسم، انا مش خايف، فاهم قصدي او فاهم قصدي؟ فكل الحاجات دي بتخليك ترسم بجراءة اكتر، فاسلوبك بيظهر في الرسم، وده اللي المفروض اي فنان يعمله او يسعى ان هو يعمل ده. دلوقتي قفلنا العين من تحت، بعدها هنعمل خط تاني عشان نحدد منبت الرموش، وبعدها هنبدأ ناخد الجفون أو التجاعيد اللي عندنا دي. نبدأ خطوة خطوة، يعني خد أقرب جفن أو أقرب تجاعيد للعين ارسمه هو الأول، وبعدها الجفن اللي بعده وهكذا. فلو عندك 10 تجاعيد جنب بعض مش مشكلة، ما تشوفهمش صعبين، خد تجاعيدة جنب التانية لحد ما تكون الرسمة بتاعتك. ممكن الرسمة الأخيرة اللي في التجاعيد تبقى صعبة بالنسبة لبعض الناس، بس هي تدريب مهم، لأن أنت عشان تتحسن لازم تجرب حاجات مختلفة، يعني لازم تجرب حاجات مختلفة عشان تستفيد منها خبرة. وبعدين هنعمل مكان الحواجب. برضو السكتشات دي مهمة جدا عشان ايدك نفسها تبقى مرنة، لأن الموضوع بس مش معلومات، انت لازم الموهبة تخلي ايدك مرنة في التعامل، تبقى سلس وانت بترسم، متبقاش بترسم خطوات حادة، فاهم قصدي؟ فالموهبة كلها في أعصاب ايدك ان هي تبقى خفيفة ومرنة، وفي عينك عشان تعرف تشوف الأجزاء الفاتحة والغامقة، وفي عقلك عشان تعرف تقدر النسب وتربط الأجزاء ببعضها، وكل ده محتاج خبرة شوية. طبعا لو انت عايز تتعلم بالمربعات وبالطرق دي كلها انا ما انصحكش ان انت تعمل كده، بس الطرق التانية المربعات او ان انت تشوف الاوتلاين زي ما في ناس كتير بتعمل، مع الوقت مش هتفيدك بحاجة. فانت لازم تتعلم الرسم الحر لو انت عايز تبقى فنان حقيقي. ونفس الفكرة طبعا انت فهمت الخطوات. رسمنا العين من فوق والعدسة في الاول.
والخطوة اللي بعدها هنقفل العين من تحت ونبدأ ناخد الجفن اللي فوق، وبعدها التجاعيد اللي تحت العين واحدة ورا التانية من غير تشتت ومن غير أي حاجة. هنا رسمنا التجاعيد واحدة ورا التانية، نفس الفكرة بتاعت العين اليمين. دلوقتي هنحدد مكان الحاجب ونعمل الشعر. طبعا كل ده اوتلاين، فطبيعي يكون عندك اخطاء. يعني في الاوتلاين مش هيظهر معاك الشبه غير بنسبة 10-15%. يعني انت لسه في مراحل تظليل، في مراحل تعديلات، معاك الدرجات التانية ال 2B وال 4 وال 6 والكلام ده كله. فانت ما تحكمش على رسمتك في الاوتلاين، كمل. وزي ما قلت لك خليك واثق ان انت ماشي خطوات صح، ساعتها النتيجة هتبقى مبهرة بالنسبة لك. عشان لو حكمت على رسمتك من الاول او شفتها مش حلوة، مش هيبقى عندك نفس تكمل. طب وبعدين؟ فلازم تاخد الخطوات وتكمل الرسم للاخر. وبعدها ضفنا تظليل بسيط في الاماكن الغامقة بس، وبكده نبقى رسمنا عيون بزوايا مختلفة باشكال مختلفة عشان الاوتلاين يتظبط. زي ما قلت لكم او زي ما اتفقنا، لو الدرس عجبك او استفدت منه لازم تدعمنا، تقول لنا رايك في كومنت، تعمل لايك عشان ان شاء الله ننزل لكم دروس اكتر.